لا يهدد أيضا فريق اتحاد سيدي بلعباس الذي تنقل إلى بجاية لمواجهة واحد من الفرق التي تلعب من أجل التتويج هذا الموسم، أقصد بذلك شبيبة بجاية. لكن الاتحاد عاد بنتيجة الفوز بمفاجأة كبيرة وبثلاثية كاملة مثل ما نكتشف في هذا التقرير للزميل إسماعيل ميلودي. يبدو أن المشاكل التي يعيشها البيت البجاوي بدأت تظهر نتائجه السلبية على أرض الواقع بالتعثر للمرة الثانية على التوالي مع انطلاق مرحلة العودة والانهزام هذه المرة أمام اتحاد بلعباس. بداية اللقاء كانت لصالح الشبيبة بهجمات خلت من الفعالية، لكن وبعد 10 دقائق من اللعب بحاري من جانب اتحاد بلعباس يقلب الموازين ويفاجئ الجميع بفتحه باب التسجيل مستغلا خطأ في دفاع الخصم. هدف جعل الشبيبة تنطلق في رحلة البحث عن هدف التعادل من خلال عدة محاولات أبرزها كرة ثابتة من زرارة تصطدم بالعارضة الأفقية. نفس اللاعب ينجح في كرة أخرى ثابتة حولها إلى هدف التعادل في الدقيقة 26، وبذلك تعود المباراة إلى نقطة الصفر. لكن كل محاولات المحليين لم تأتي بالجديد بعد ذلك، ونهاية الشوط الأول بهدف لكل فريق. المرحلة الثانية أداء الفريقين تراجع مقارنة بالمرحلة الأولى، ووصلت الشبيبة التركيز على الهجوم لتعميق الفارق، فيما اعتمد اتحاد بلعباس على الهجمات المعاكسة التي أعطت ثمارها، وإعلان الحكم عوينة عن ضربة جزاء للاتحاد بعرقلة زفور للاعبي بلعباس، وهو ما كلف زفور بطاقة حمراء أخرجته من اللقاء، فيما تمكن أشبال حفاف من إضافة الهدف الثاني وتنفيذ اللاعب بالهادي ضربة جزاء كانت ناجحة. هدف عقد من مهمة الشبيبة التي واصلت اللعب ب10 لاعبين. هدف ونقص عددي حفز أبناء الغرب الجزائري اللعب بالنفس الثاني للحفاظ على النتيجة ليتمكنوا في الدقيقة 86 من تعميق الفارق وإضافة الهدف الثالث بعد استغلال خطأ في دفاع الشبيبة بالعرفي يرفع كرة مستغلا خروج الحارس جبرات ويسكنها المرمى. يتواصل اللعب لكن دون جديد، وإعلان الحكم صافرة النهاية.